عليكم ورحمة الله. معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهاردة هنعمل كفتة الحاتي. مكوناتها سهلة جدا وبسيطة. معانا كيلو لحمة مفرومة، حوالي 900 جرام منها لحمة حمراء، وال100 جرام التانية دهن، يعني لية الخروف مثلا او دهن من اللحمة نفسها. بيكون نسبة الدهن فيها 100 جرام بس، او 150 جرام، ما بتزوديش عن كده. ومعانا البصل، حوالي 4 بصلات متوسطين على كيلو اللحمه، يعني لو هتعملي نص كيلو هيبقى بصلتين متوسطين. ومعايا طماطمايه مبشوره بالمبشره. ومعايا طبعا البهارات بتاعتي بسيطه جدا، ما فيش اي حاجه، لان الكفته مش محتاجه بهارات تكون غريبه. محتاجه بس فلفل اسود وبهارات لحمه وملح. لو حبيتي تحطي بابريكا عشان لون الكفته يبقى يعني فيه لون حلو كده بتحطي بابريكا. لو مش عندك بابريكا ما توقفيش يعني نفسك، مفيش مشكله. دي المكونات بتاعتي سهله جدا وبسيطه. اللي بيحب البقدونس ممكن يحط حوالي مثلا معلقتين كبار مفرومين بقدونس. انا ولادي مش بيحبوه بصراحه، فانا ما بحطش بقدونس، بحط الكفته عادي من غيره، وبعدين بفرش بقى البقدونس تحت الكفته لما باجي اقدمها. هقول لكم ازاي بقى نحط المقادير على بعض. بالنسبه للبصل المفروم، انا طبعا فرمته ناعم شويه، وبعدين حطيت نص معلقه ملح على البصل نفسه، وسبته في مصفى لحد ما نزل الميه بتاعته بالشكل دهوت. وهفضل سايبه الميه دي، طبعا انا هستخدمها في الاخر وهقول لكم ازاي هنستخدمها. وبعدين هناخد البصل ده نحطه على الكفته، طبعا من غير اي ميه ولا اي حاجه. خلاص، هو نزل كل الميه اللي فيه. هنحطه على الكفته بالشكل ده، وبعدين هنحط البهارات بتاعتي، الملح والفلفل والبابريكا آم، وال 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 البهارات بتاعت اللحمه، وهنقلبهم مع بعض. وبعدين هنسيبهم نص ساعه، بعدين نحط الطماطم. كده بدات ان انا اعجنهم مع بعض واقلبهم كويس جدا. خلاص كده انا هسيبها لمده نص ساعه بس تتبل وتاخد من طعم البصل والبهارات. بعدين بعد شويه هنحط ان شاء الله الطماطم ونقلبهم مع بعض تاني. كده هنبدا نحط الطماطم بعد نص ساعه من المده، وهنبدا نعجنها ببعضها تاني مره تانيه. الفكره في حته ان احنا ما نحطش الطماطم من الاول، ان احنا يعني المفروض ان هي بتعمل الطماطم فيها نسبه ميه، فاحنا لما نيجي نحطها مثلا من قبلها بفتره يعني كتيره، هتنزل ميه فيها في الكفته، فهتيجي تيجي تصبعيها تبقى الكفته مش يعني بتفك منك. فالحلو ان احنا نحطها قبل التصبيع مباشره. الميه اللي بتنزل بقى منها دي بتنزل اثناء الشوي في الفرن. هتبقى تدي طعم حلو وما تبقاش تنشف الكفته، يعني تخلي الكفته طريه وجميله. لكن لو حطيتيها من الاول هتنزل ميتها في الطبق، وتيجي تصبعيها ما تعرفيش تصبعيها. هفرم هعجنهم مع بعض كويس وهرجع لكم. بالنسبه ان احنا نعملها بقى في السياخ، ممكن تعمليها على ايد معلقه خشب وتسحبيها بسهوله جدا، وتحطيها ترصيها في صينيه. انا هنا جبت صينيه وحطيت عليها شبكه الميكروويف، والمفروض ان انا بحب احط كده واحط لها شويه ميه من تحت، واوزع السياخ كده عليها بالجنب. بتعمل يعني العلامات دي بتعمل علامه في الكفته شكلها حلو، وفي نفس الوقت بتستوي بدون ما تتحرق في الصينيه، وبيبقى السوا بتاعها جميل جدا. هنبدا ان احنا نصبعها على السياخ كده بالشكل ده، واضغطها شويه. بحاول ان انا ما اتخنهاش قوي علشان تبقى معايا مظبوطه جدا وما تقعش، واسحبها لفوق كده شويه بس، واحاول اقفل من هنا. لو انت السياخ بتاعتك رفيعه شويه، يعني انا السياخ بتاعتي دي لو تاخدوا بالكم بس تخينه شويه، غير الشيش طاووق الرفيعه. ممكن لو انتوا الشيش رفيع قوي ممكن تحطهم اتنين جنب بعض، بحيث ان الهواء يدخل جوه الكفته بشكل كويس، يقوم يخليها انها تبقى مستويه من جوه كويس. ونعمل لها بس بصوابعنا كده تاتش خفيف كده، ونحطها كده عكس الاتجاه يعني. تمام. نعمل واحده تانية. خلاص كده انا كملت التصبيع بتاع الكفته. اللي عايزه اقوله ان احنا بقى الميه ما ننساش ان احنا ميه البصل دي هنستخدمها في دهن الكفته، بس مش من دلوقتي، يعني لازم ندخلها في الفرن الاول تاخد تشميعه كده شويه. بعدين نحط بقى معلقه معجون طماطم على الصلصه دي، وهحط معاهم معلقه سمنه او زيت، وهقلبهم في بعض. وهبدا ادهن الكفته دي لما تاخد بس تشميعه في الفرن الاولى
10 دقايق كده وهبدا ادهنها. والمفروض ان احنا هنفضل ندهنها كذا مره، يعني اطلعها من الفرن بعد 10 دقايق ادهن تاني وهكذا لحد لما 3 او 4 مرات لحد ما الكفته تستوي. ده بيخليها تاخد لون حلو وبيخليها طبعا تشرب ميه البصل، تدي طعم جميل جدا. اللي عايزه اقوله ان دي مش كل كميه الكفته، انا عامله كيلو لحمه فباقي منها تاني اهو. وهعمل برده طريقه تسويه تانية اللي هي على المعلقه الخشب وهوريها لكم. هدخلها الفرن دلوقتي ولما هاجي ادهنها برده هوريكم ازاي بنعملها. خليكم معايا. دي الطريقه التانية ان انا بصبع الكفته على المعلقه الخشب بالشكل ده على الايد بتاعتها. معلقه الخشب تكون هي الرفيعه مش التخينه. وبعدين بعد ما بصبعها كده ببتدي ان انا اسحبها بشويش خالص وبعدين بحطها كده. دي بقى بتكون مجوفه من النص، بتستوي بسرعه جدا وكويسه قوي وتسويتها بتبقى جميله برضو. انا بحطها في الفرن. الاول بتنزل هي ميه بسيطه جدا، تلاقيها نزلت ميه بسيطه جدا. اول ما تبتدي تنزل ميه بسيطه دي انا ببتدي بقى ايه، لما بتاخد التشميعه الاولانيه دي بحط لها انا حوالي ربع كوبايه ميه بس. لازم الاول هي تنشف يعني تتشمع وتاخد التشميعه بتاعه الفرن الاولانيه قبل ما احط الميه، لان لو حطيت الميه دلوقتي هي تبتدي تتفك من بعضها. فانا دلوقتي هدخلها الفرن، وطبعا الفرن متسخن كويس جدا على الشبكه في النص، ونفس التسويه برضو للصينيه التانية على الشبكه في النص، والفرن درجه حرارته 200. وبعدين هوريها لكم برضو وانا بدهنها بنفس الخلطه اللي انا عملتها، اللي هي الميه بتاعه البصل ومعجون الطماطم معلقه ومعلقه زيت او سمنه سايحه. هوريها لكم. دي الصينيه الاولى اللي احنا كنا دخلناها الاول. خلاص جهزت انا كده معجون الطماطم والزيت على الميه بتاعه البصل. هبتدي ان انا ادهنها. ده بيخلي الكفته بقى يكون لونها لامع وجميل جدا زي اللي بنشتريها من بره، وبتكون طعمها كمان ميه البصل بتعمل شغل جامد جدا معاها. نبتدي ان احنا ندهنها اول مره وبعدين ندخلها الفرن تاني، وبعد 10 دقايق هنكرر نفس العمليه وبعد مره تانية وهكذا لحد لما ايه نحس انها استوت تمام واخدت لون حلو وفي نفس الوقت ما اتحرقتش ولا اي حاجه. ناخد بالنا منها لان هي اصلا مش هيطولها النار قوي، يعني هي الحركه بتاعت الشبكه بتاعت الميكرويف دي ما بيطولهاش النار. يعني ديت بتبقي مطمنه وهي في الفرن. اما التانية اللي احنا حطيناها في الصينيه مباشره دي اللي لازم تاخدي بالك منها كويس جدا. هندخلها الفرن. اما بالنسبه للصينيه التانية انا طلعتها دلوقتي من الفرن علشان اخدت تشميعه كده ولون كويس. المفروض ان انا كنت بقول لكم هحط ربع كوبايه ميه، فانا اضطريت ان انا مش هحط لان لقيتها هي نزلت اوريدي ميه كافيه ان هي تتستوى فيها وما تتحرقش. فانا كده مش هحط اي ميه في الصينيه. هدهنها بس دهنه خفيفه كده وهدخلها تاني تكمل سوا. هنا هكرر عمليه ان انا ادهن الكفته اللي هي اللي في السياخ الشيش. هدهنها تاني مره كمان. هي خلاص تقريبا دخلت في السوا، بس الدهنه دي بتخليها لونها جميل قوي. والمره دي هقلبها بقى قلبه حلوه كده عشان تاخد تاتش برضو من تحت، تبقى معلمه من هنا ومن هنا بسهوله جدا بتتقلب معايا. بالشكل ده. وهدهنها برضو من الناحيه دي. وبعدين هدخلها الفرن يعني تقريبا ديت 10 دقايق كمان وهتخرج بقى خلاص تبقى استوت. خلاص هي استوت وتمام. بدات ان انا ولعت بقى فحمه وهبدا ان انا احط ايه عليها معلقه سمنه كده او معلقه ليا مثلا وهي ولعه بالشكل ده. سوري. وهبدا ان انا اقلبها كويس و10 دقايق وابدا ان انا اقدمها.
تاخد بس ريحه الفحم واقدمها على الرق. كده تمام. الكفته اخدت ريحه الفحم جميله قوي. طبعا طريه ونضيفه في البيت، وكل حاجه فيها حلوه ريحتها وطعمها. ما تنسوش صفحتي على الفيسبوك اسمها سويت اند صور، وانا اسمي زينب زياد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اسمها زينب زياد. استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.